ازاي نسوي اللانشون باحلى واسهل طريقه؟ حله فيها ميه على النار، شويه ميه النص كده، هنحط فيها اي منكهات. انا حطيت حبهان بودر، ممكن ورق لورا. هننزل بكوز اللانشون، هنسيبه على نار هاديه لمده ساعه. بنديله نص ساعه على جنب ونص ساعه على جنب، وطبعا مغطيين عليه. تمام. اجمالي وقت التسويه ساعه. بعد ما بيطلع من الميه بنسيبه يبرد. تمام. بيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. بفك ورق الفويل وبعد كده بدخله التلاجة حوالي ساعتين تلاتة. ممكن تبيتوا ليلة كاملة وتقطعوا احلى لانشون. احلى طريقة تسوية هتشوفوها. تمام. بصوا اللهم بارك متماسك ازاي من قبل ما ادخله التلاجة. حاجة كده رائعة نظيفة ومضمونة مليون المية. بعد كده بقى ده بقى كان تاني يوم الصبح بالشكل ده كده. ونبدأ بقى هنا بسكينة مشرشرة. طبعا انا مش قادرة اظبط القطعية احسن حاجة، لان انا ما عنديش طبعا مكنة زي اللي بتبقى في السوبر ماركت. فبسكينة مشرشرة كده بدأت اقطع. الله على الجمال وطعم اللانشون. بحبكم في الله يا احلى متابعين في الدنيا. ما تنسوش المتابعة والاشتراك لصفحاتي، لايك وشير كتير عشان نوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس. كنتم مع شيف هدير. ما تنسوش تجربوا الوصفة.